سفة الأفراح والمناسبات، سفة بريستيج تذوب وحدها في الفم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بخير وعلى خير. نرحبوا بالمشتركين الجدد اللي انضموا قناتنا، نقول لكم شرفتوني ونورتوني وربي يحفظكم ان شاء الله. نصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونروحوا للوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا. سفة الأفراح والمناسبات تجي رطبة وبنينة وبلا عليك تفوار بزاف. غادي نفوروها غير 2 خطرات وغادي تجي رطبة وبنينة ان شاء الله تسيوها وتنجح معاكم. نروحوا على بركة الله للوصفة تاعنا. هنا في القصعة تاعي درت بول ونص تاع الطعام كما راكم تشوفوا. انا الطعام اللي نستخدمه في السفة تاعي الكسكس هذا المتوسط تاع السفينة. نتوما الا درتو السفة كاين اللي يبغيها بالرقيق، انا نبغيها بالمتوسط وما يجيش غليظ بزاف ولا هاد الطعام شباب. ما نبغيش ديك السفة اللي تجي رقيقة بزاف. المهم شمختها هكا بشويه هكا واحد 2 مغارف تاع الزيت، وغادي ندير الكيله اللي درت بها 1.5 كيلو تاع الطعام، غادي ندير ربع كيلو تاع الماء، غادي غير نفخه كيما هكا. راني دايره القدره تاعي تغلي مليها بالكسكس ونخليه شويه قد ما ينشف ونروح نحله. شوفوا كي نحل معايا فاسيلمون خاطش درت هذاك شويه تاع الزيت من الضربه الاولى. نحلو ما كان لا حبيبات لا والو. شوفوا كي نحل معاكم ما شاء الله. هاد السفه سهله والتزيين اختياري، حاجه باينه. نروح ندير الطعام تاعي في الكسكاس والما يكون يغلي غادي نفوره ونعاود نولي معكم. ها هو كيف فرنا الطعام التفويره الاولى. هاني قلبتها هكا في القصعه كما راكم تشوفوا. غادي ندير له الملح حسب الذوق، حاجه باينه. دائما الملح يبقى لنا حسب الذوق، ما نكثروش الملح بزاف، هذه غير صفه هكا. وغادي نروح ننفخ الطعام تاعي غير بشويه، ننفخ ونخلط بول كامل معمر تاع الماء، معمر غايه كيله كامله. غادي ننفخ بها الطعام تاعي كيفار التفويره الاولى. هنا كاين اللي ينفخه بالحليب، انا فضلت ننفخه بالماء الطريقه التقليديه بصح شويه التزيين العصري هذه هي. كيما هكا نبقى خلطو بيدينا ولا هكا بالمغرف تاع اللوح حتى نكمل الكيله تاعي. شوفوا هنا ما راه لا معجن لا والو، راه يتخلط معايا بكل سهوله. ها هو انا الطعام ما نفورهش 3 خطرات، نفوره غير 2 خطرات ويجيني رطب زعما يذوب في الفم. نخليه وقت حتى يتضاعف الحجم تاعه، شتو الطعام يزيد الفوليوم تاعه. وهنايا من جهه واحده اخرى رحت كما راكم تشوفوا عندي زبيب وحبيبات هكا برقوق باش ندير لهم تزيين من الفوق. هذا مكان غادي نديرهم يفوروا بلا ما الطعام تاعي تنفخ وتضاعف الحجم تاعه عفوا. هنايا عندي كاوكاو ايفيلي كنت قليته وصفيته. هنا الكاوكاو ايفيلي ما بغيتش نحمصه غير هكا، بغيت نقليه باش يعطيني واحد القرمشه مع السفه تاعنا. الا قتسيوه الا عندكم كاوكاو ايفيلي قولوه ما تحمصوهش خاطش غادي يمدلنا بنه شابه مع السفه. ها هو نخليه على جهه. هنا الطعام صاي كان ضاعف الحجم تاعه، شتو نفخ غايه. شوفوا كي راه محلول بالخاف نحل، ما كان لا كوارات، ما راه لا معجن لا والو، مقادير هذه مضبوطه. هنا كميه تاع الزبيب هذا الصفار الصغير درته من تحت في الكسكاس وغادي ندير من الفوق الطعام ونديره يفور كيف لي الطعام. شوفوني قلبته هكا عفوا في القصعه وغادي ندير كميه من الدهن. هنا الدهن نتوما واش بغيتو، كاين اللي كاع ما يديرش الدهن ما يقدلهش، ولا عندكم الدهن السمن ولا هذاك السمن البلدي ولا غادي يجيكم الطعام تاعكم روعه. انا كان عندي الدهان درت الدهان دهنته غايه. شوفوا كي راه مفرز على حبه
ما راه لا معجن لا والو. وغادي نبدا هنا صح من الجهه الاخرى كنت موجده الصوالح اللي المكونات اللي غادي نزوق بهم: القرفه، حلوه الترك، البرقوق اللي كنت فورته. وغادي نبدا نعمر في الطبسي تاعي، نعمره كاع بالسفه. شوفوا كي راهي مفرزه وجات رطبه، فورتها غير 2 طفيرات ماشي 3. تما هذه تنجموا تقولوا بلي سفه اكسبريس، ما تديش كاع معكم الوقت. هاد السفه ديروها لمناسباتكم، افراحكم، الخطوبات، ربي يكمل. تجي في خاطرك هكا ثاني ديريها. شوفوا هكا الطعام كي قببته هكا كاع من الفوق. هنا التزيين يبقى اختياري، تبغوا ديروا في المول هذاك تاع البسكويت يعني تعمروا كاع المول تاعكم وتقلبوا. هنا درت العسل هو الاول من الفوق، وراني نزيد نعمر في الطعام باش البول تاعي ما يطيحليش. فلوتور تاع الطبسي درت حلوه الترك. هنا حلوه الترك كنت رابيتها، خاطش كي نفتوها ما غاديش تلاخذ، نربوها احسن. درت البرقوق هكا بهذا الشكل، وهذاك الزبيب كحل كبير تحسبوه برقوق. ها ولا الكاوكاو ايفيلي درته بهذه الطريقه. قلت لكم كاوكاو ايفيلي زعما الا بغيتو ديروه غيقلوه خير، ما تحمصوش مع السفه بعدا غيقلوه. شوفوا الزبيب هذا الطويل تاني درته هكا، وكل واحد وطريقته في التزيين. المهم السفه تجيكم رطبه. درت حبيبات كركاع. هنا صاي البلا تاعي كان تعمر وما بقيتش وين ندير القرفه، ويليق القرفه في السفه. هاي لا غادي نديرها غير هكا من تحت. وشوفوا الطبق تاعنا يجوك ضياف على غفله هكا ولا توجديها بالخف. والبيض تبغوا ديروا البيض فايض، انا فايضت هكا بيضات وغادي ندير غير حبه. هذه هي السفه تاعنا، ان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش بالجيم والاشتراك الا عجبكم الفيديو تاعي، لي كومونتير شابين، وربي يحفظكم ان شاء الله. شهيتكم في الجنه. هاي السفه تاعي تشوف فيها بلي ماشي معجنه. نتلاقوا في فيديو قادم.